اكثر لاحظ، اكثر من 20 موظف موجودين بمكتب المزه بدمشق شغلتهم خبر اسماء الاسد ينصاغ ب20 طريقه وينبعث للشبكات كلها. ومين هذا اللي عمله؟ هو مدير المكتب الصحفي والاعلامي اللي قال لك والله وصلت لمرحله انا عملوا هيمنه لهم اعلاميا، لولو ما انت رحت قتلت حالك وطعنت بلون الشبل لحتى قدرت توصل مع احدى الزميلات انا ما راح اذكر اسمها هلا، هي قاعده بفرنسا. ما انا يعني اليوم. طيب استاذ شادي، نحن سمعنا حضرتك اهلا وسهلا فيك، ولكن اكيد كتار اللي عندهم اسئله، ويعني الموضوع ما بهي البساطه للامانه. يعني ما بعرف بنبلش. ما بعرف اذا استاذ سمير عندك شيء حابب تقوله. شو بدي اقول يعني شو بدي اقول يعني وعد الفاس بالراس، وكل اخطاء، والكل له مواقف كانت سلبيه، ومنهم شادي طبعا انا بيعرف هو ما بجامل بالحق يعني. صحيح. يعني الفرق بيننا وبين شادي، نحن حاربنا النظام وعم نحارب هي السلطه على فسادها. شادي ما بعرف عنده ظرف، مقتنع كان بهي القياده، له مصالح، ما بقدر بحكم على الزلمه يعني. انا بيهمني انه الانسان ما يكون شريك بالدم وملطخه ايده بالدماء والفساد والى اخره. اما موضوع الاخلاقي يعني انه انت مثلا دافعت عن نظام مجرم، وانت بتعرف انا كثير تهاجمت من قبلكم يا استاذ شادي، ولونا وجماعه القصر ويشتغلوا بالمنبر تبعي بدهم يكمموا تمي باي شكل، وانا معني كنت ما كنت احمل خطاب طائفي يعني او مذهبي او دموي، وكنت حتى ضد القتال يعني. وحتى لك يعني انا اذا سامحونا اذا يعني اسأنا او مثلا احب انا اغلط حدا يعني شخصيا. لا بتمون استاذ سمير والله ما بوشك هلا يعني يعني بتاخذ العقل والله الامانه. واحد هلا انا بيهمني يا استاذ شادي انك انت تحكي الراي العام، تقول لهم انا اخطات، موقفي كان خاطئ، ما يعني الحقيقه ما خلينا نعترف ببعض يعني. انا انت لما بدك تعمل اتفاق، انا ما بقدر انا بال 2020 اقول انه انا انشقيت وطلعت لبرا، اسمحوا لي يعني. هاي الامور انت ما بدي اقول لك انه كل الناس بتعرف. انا اكثر مره بطلع بحكيها، بكل محافظه كان في خمس افرع امنيه، هدول 50 اذا قلنا 10 محافظات 50 رئيس فرع امن وين راحوا؟ فانت مالك كتير صعب انك انت تيجي تطلع تقول انا انشقيت، بس انا حيدت حالي. هذا ما عم بحكيه مبرر اخي ديفيد، انا ما عم بحكيه مبرر، بس انت رجع وشوف هل شاهدت شادي حلوه على الاعلام الرسمي السوري من 2020؟ انا اخذ اجازه بلا راتب، بس لا يمكن انه انا قادر اقدم استقالتي لانه بودوني ورا السماء. واستاذ سمير بيعرف شو يعني انه الواحد مذيع واعلامي سوري بالاعلام الرسمي يجي يقدم استقالته، وخاصه انه معين مثبت. نحن كنا عقود بال 2010 وبعدها تثبتنا بمرسوم من بشار الاسد من الرئيس. فانت اليوم مو طامه قبره يعني. انت اليوم يعني انت تخيل انه انا لل 2020 واحد رؤساء الافرع الامنيه عم لي تقرير انا على تواصل مع فيصل القاسم. شو بدك اكثر من هيك؟ يعني ما تحسبوا انه نحن كنا بالداخل عايشين الرياحه المثاليه، وانه انت بتروح وبتسول وبتجول وبتعمل. لا، ما هي رئيس السلطه المؤقته كان مع تنظيم ارهابي وكان مع 11، قلت انا غلطت وكان القرارات خاطئه وهلا تغير عقلي. الزلمه بجوز يكون تغير عقله مثل ما بتكون هداك تمرقوله كمان بتكون تمرقوله غيره يعني. اما شادي اذا متورط بجرائم حقيقيه في بالقانون نص بيحاسبه، حاكموه يا اخوان. سمير انا من شوي كنت عم بحكي بس مباشر، هل يعقل؟ قال يعني انت تخيل تلفيق الكذب اللي عم يصير، انه انا كنت اخذ 100 و200 الف لروق اطالع ناس من المعتقلات، قلت لهم جيبوا لي واحد، اخذت منه قبضت منه وطالعوني. رقصت على جثث الشهداء، طب وين الجثث اللي رقصت عليها؟ اوكي انا ممكن اقول لك انه انا كان اسلوبي استفزازي، احط اغاني صباح فخري ارقص عليها وكذا الى اخره، جنب لوحات شعارات للمتشددين، الاغاني حرام وكذا والى اخره. انا هون بهذا الاسلوب اوكي يعني. انا كنت اروح على النقاط التركيه تمام واصور العساكر جوا واتمسخر عليهم، حقي هدول محتلين. هلا بتقول لي ليش ما كنت تروح الايراني ما كنا نشوفه بالشوارع، والله على ما اقول شهيد.
انا عم بقول لك بحلب كلهم بمناطقهم وسكناتهم وجبهاتهم المستلمين. اما هلا ولا ابو قتاده عم بحط الفريز وبصور مع حاله وهو عم بياكل الفريق. شادي لو سمحت اعطانا الاستاذ ديفيد لاستاذ شادي بحفظ الالقاب، ما بعرف كم بدي اقول شيء واعطانا هذا الزلمه سبحان الذي خلقه، شو هادئ وشو انسان يعني. هي اول مره والله انا بطلع معه وبتشرف فيك والله. تحياتي لكم جميعا. انا بس اللي عم بحكيه يا جماعه، استاذ شادي ما تفكر الموضوع يعني حضرتك اوكي من 2020 ونحن بنعرف انه شو وضع النظام الاسد كيف كان، ولكن يعني عفوا حضرتك او انا او اي انسان ما اغلى روحه، ما اغلى من اي انسان سوري مات تحت التعذيب بسجون هذا النظام. طيب واللي ماتوا براميل هذا النظام، واللي ماتوا بالقذائف من قبل الفصائل المسلحه كمان ارهابيين واهاليهم، واللي كمان ارهابيين، وحكينا عن هذا الموضوع، هذا ارهاب والسوريين ما حدا اغلى من حدا. والعسكر يا استاذ شادي، عناصر الجيش اللي ماتت وهي عم بتدافع بريف حلب الشرقي ضد تنظيم 11. يا استاذ شادي انا بتمنى من حضرتك بس تفهم وجهة نظري والكل يسمعني اذا بتريد. معك شو بنعتبرهم هدول؟ عناصر الجيش السوري اللي كانوا عم بحاربوا 11 بمحيط الكلية الجوية وبريف حلب الشرقي، هدول ماتوا، هدول شو بنعتبرون؟ استاذ سمير مو هدول لازم نحن نسأل، هدول كانوا عم بحاربوا 11، ما عم بحاربوا كرمال بشار الأسد، هدول استشهدوا وهن عم بحاربوا تنظيمات إرهابية 11، هدول شو بنعتبرون؟ يعني استاذ شادي مجزرة الحولة كانت مجزرة ضد 11؟ شلون؟ مجزرة الحولة كانت مجزرة ضد 11؟ أنا أستاذي بس لك شغلي، أنا بس بقول لك شغلي، أنا ما عم بدافع، أنا عم بجي بقول لك اليوم ما عم تخليني نكمل يا أستاذ شاد. جغرافيا 11 كان منتشر بريف حلب الشرقي بالكامل، عندك من ريف الباب وأنت نازل لسفيرة. أستاذ سمير عم تابع معي بهذا الموضوع. اليوم بلش الجيش وحرر هذه المناطق، مو من جماعة الهيئة، من جماعة 11، وهذا كله موثق بالمفخخات اللي كانوا يبعتوها 11. هدول ماتوا سوريين عسكر، هدول شو هداء ولا لا؟ اليوم العيال المدنية اللي ماتت بالآلاف على طوال 10 سنين باستهداف حلب بقذائف من الفصائل المتشددة الموجودة بأرياف حلب، هدول هدول من بشر وكله موثق. استاذ شادي مين طلع هدول الارهابيين ورؤساء هاي التنظيمات الارهابيه من السجون؟ هلا هي بقى جينا حكينا بهذا الموضوع، مرات الجولاني شلون كان طلع؟ مين طلعوا؟ هذا السؤال لحضرتك. ما ترجعنا لموضوع الاستلام والتسليم، خلاص راحت على الشعب، والله يرحم اللي استشهد، والله يرحم هالمدنيين اللي ماتوا من كل الاطراف كرمال لعبه سياسيه وسخه. يعني اللي بدي اقوله شادي ديفيد بيقصد انه جولاني وعلوش والشله طلعون بشار من سجونه من صدناي 2011، ورجعنا لموضوع الاسلام والتسليم. يعني هذا الفريق اللي عم يعير هذا الفريق اثنيناتهم كانوا عم يشتغلوا عند بشار الاسد، حيث يعلمون ولا يعلمون. على كل حال انا برايي راحت على المدنيين يا حرام، الله يرحم اللي مات. انا برايي ما بعرف. اهلا وسهلا فيك اخي. يعني اي واحد بيجي بده يقول شيء، نحن ما لنا قضاة ولا لنا استغفر الله نحاسب العالم، الله بيحاسب الجميع. يكفي انك تعترف بخطأك. انا بالنسبه لي يعني تعترف بخطأك والموقف الخاطئ اللي كنت فيه، وتحاول تجتهد لتصلح اللي تخرب عبر الفتره السابقه يعني. فما بعرف مين نزل ولا الشاب يعني. مين نزل استاذ شادي؟ ما بعرف والله. حدا نزل ولا استاذ شادي؟ هذا الادمن بيكون هيك قلبه امتلأ. لا ما حدا بيتصرف معنا. يا اخوان بدكم تحاكموا للزلمه، قاضوا وفق القانون السوري. اذا في عندكم مواد دينه، عندكم ادله، قاضوا. وانا انا ابن الثوره وقرايبيني شهداء، وقفت معكم 14 سنه عم قارع النظام، وشادي بيعرف، كلهم بيعرفوا، كنت طالع مخرجهم كلهم، وهلا عم تقولوا لي اذا كان القضاء ينزل على الشام. شو بدي اترجى منكم يعني؟ شو بدي افرق بينكم وبين شبيه الاسد؟ بس هذا اللي بدي اقوله يعني. هذا رايي. ما بتعرف ديفيد، انا انت بابك وبابي مفتوح للجميع، نسمع ونقول، بس نحن مو قضاة يعني. اما نحن متفقين مع موقف. هلكنا شادي، هلك سمانا شادي. وانا قال له يا شادي في واحد كاتب لي سموره بدك تتحاكم على شو؟ بدك تحاكمني على انه قلت لكم لا تقاتلوا مع بعض يا بقر، لا تعملوا خطاب طائفي يا حمير، ولك لا تحكوا بالفتنه والطائفيه يا اوباش، ولك حاجه تعملوا فساد خربتوا سوريا يا بهايم. على هذا بدك تحاكمني؟ وانتم ما بدكم تحاكموا على تطرفكم وطائفيتكم وتطبيلكم
للي اطلق سراحه بشار الاسد ب 2011 وسواه رئيس عليكم، لك والله بدكم تحكي واحد. نحن جواسيس اسرائيل استاذ سمير. نعم سيدي جواسيس نحن. هو فعلا في حدا نزله ولا نور فعلا انت نزلتيه؟ كنا الأمانة يعني الأمانة لا يا ريت يرجع يطلب. لا ما حلوه ديفيد، يا ريت. لا عم تقول نزلتها وحظرته عم تقول. لا ما بصير نور هيك، دقيقة شوي ممكن ما اي محظور فعلا. موقف صعب رجاء ما حدا يفك صعب الحظر بس شباب. لازم شادي حلوه اللي حذروا بيفكوا يا شباب رجاء. المشرفين اللي بيحظر هو اللي بيفك. شادي اسمعوني، شادي حلوه صندوق اسود يا اخي، خلينا نستفيد منه. قد يفيدنا بحرب، قد يفيدنا بناس متورطين، قد يحكي لنا. خلينا نسمعه للزلمه. لا نور بعد اذنك، معلش نور انا بمون عليك، انت غلطتي ما بصير هذا بالنهايه. يعني صاحب البث هو ديفيد. انتوا حرين بمنصتكم يا اخوان. انا اذا بيحب شادي يطلع معي بكره اهلا وسهلا فيه، وبيحب يطلع معي واحد من جماعه النظام، انا مو شغلتي اقعد قاضي الناس. انا بحاول كاعلامي، انا عن حالي عم بحكي. قناه الجزيره بتستضيف اسرائيلي، بتستضيف اسلامي، بتستضيف متطرف، عم يعملوا مقابلات كانوا معي داعشوا مع القاعده بتاعوا تسير عنوني وشلته. انا بستقبل الجميع، القضاء هو اللي بيفصل بين الناس. حقيقه استاذ سمير هو صندوق اسود حقيقه. ما انا هذا اللي عم نحاول نفهم الزلمه شو صار. لا ما بدهم يفهموا. وعندنا كثير كلام كان نحكي معه يعني. بعدين اليوم جماعه الجولاني عم بيطلعوا يقعدوا ويصافحوا اللي رمى فوق راسهم براميل ونزل لهم بيوتهم فوق راسهم، وراحوا عم يدافعوا عنه بالنيجر قبل ما يطير بشار اصلا. يعني كانوا هن عم يدافعوا عن الروسي بالنيجر، كانت تبعتهم تركيا مرتزقه. يعني انتم يعني مثلا مع شادي ايه، انا وديفيد موقفنا معروف، وكل الشباب نحن ضد النظام وضد اجرامه، وقد منا ما حدا قارعه. هذا الشخص كان يشتغل صحفي مع هذا النظام، طبل دمر غطى روج قام حط. انا من الناس اللي تاذيت منه. انا عن نفسي على شخصي عم بحكي، اذا كان الرجل هيدا مو مطلق بالدماء وبالفساد وبالسابق بسامحه. انا عن نفسي بسامحه. شو بدي اعمل يعني؟ شو بدي اعمل؟ انا مستعد سامح كل السوريين في سبيل انه ما يتقاتلوا مع بعض، في سبيل ما يطلق دم، في سبيل نضمن وحده بلدنا، في سبيل انتقال الديمقراطيه. اما اذا بدي يقعد خون 6 ملايين 5 ملايين 6 ملايين من حبكجي وانصارهم وازلامهم، معناتها سوريا ما عاد صافيه بكره غير الدروز ما عاد بدنا اياهم، والكرد ما عاد بدنا اياهم، والمسيحيه ما عاد بدنا اياهم، والعلويه ما عاد بدنا اياهم، والرماديين واللي كانوا مع النظام ما عاد بدنا اياهم. معناتها ما ضل عنا غير تنظيم القاعده حاكم سوريا. العقل ما بيأمر بهيك، العقل بدك تسمع الكل وبدك تحاول التسويه من نوع ما. انا عم بحكي مدنيا واعلاميا، ماني قاضي انا. نعم استاذ سمير، ولكن في فرق كثير كبير بين الاشخاص يعني مؤيدين محبين لنظام معين كشعب، وموقف الموقف الحساس للاستاذ شادي. يعني انا يعني هو موقفه كاعلامي جدا خطر كان. بس يعني اوكي هو قال انه بال 2020 تمام، ولكن في 9 سنين استاذ سمير، 9 سنين. نعم يعني حرقت لنا الدنيا نور، حرقتي لنا الدنيا. كم بدنا نساله هالسؤال والله بقلبي، انه يعني يعطينا هيك شيء سر. هو كان عم يتعامل مع هذا او النمر الوردي، كنا نضحك لنا شوي. يعني حرقت هذا ما ضروري نضحك، في شغلات يعني يبقى في نقاش في دور، بس نحن ما لنا جايين يعني انا يلي بوزده سعيد انه هذا الزلمه مثل ما قال استاذ سمير صندوق اسود للنظام. صندوق. انا ضد محاكمته بصراحه حتى ولو كان اعلامي. يعني ديفيد انت اليوم مقيم بالمانيا وانت بتعرف انا ما عم طالب محاكمه حدا سعيد. انا عم اقول الشعب حقه يكون غاضب منه، يعني طبعا غاضب عليه اكيد طبيعي. بس لاشرح لك وجهه نظري، يعني انت اليوم مقيم بالمانيا وبتعرف ابو شنب شو عمل بفئه معينه من الناس. لما خلصت الحرب العالميه الثانيه ما راحوا جابوا 50-60 مليون الماني واعدموهم وحاكموهم لانه كانوا موالين لابو شنب، راحوا جابوا الضباط الالمان يا سعيد، جابوا الضباط الالمان اللي كانوا عم يرتكبوا مجازر واللي ارتكبوا. تصديقنا كلام سعيد، حتى وقت اعادوا بناء الدوله الالمانيه جابوا من النظام السابق، جابوهم خبراء المهندسين ضباط كثير، بس